السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم بيتكلم عن لحميات الأنف. هنتكلم عن التعريف والأعراض والمضاعفات والوقاية والعلاج. اللحميات الأنفية هي زوائد لحمية غير سرطانية تنمو في بطانة الأنف أو الجيوب الأنفية، وغالبا ما تكون مرتبطة بالتهاب مزمن، وقد تكون صغيرة ولا تسبب أي أعراض. إيش أسباب اللحميات الأنفية؟ اللحميات الأنفية غالبا ما تتكون نتيجة التهاب مزمن أو متكرر في بطانة الأنف والجيوب الأنفية. من أهم الأسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن، الحساسية المزمنة زي حساسية الأنف، الربو، التحسس من الأسبرين أو مضادات الالتهاب، التليف الكيسي خاصة عند الأطفال، العدوى الفطرية أو الفيروسية المتكررة، ضعف الجهاز المناعي أو أمراض مناعية ذاتية. إيش أعراض اللحميات الأنفية؟ اللحميات الأنفية هي زوائد لحمية غير سرطانية تنمو في بطانة الأنف أو الجيوب الأنفية، وغالبا ما تكون مرتبطة بالتهاب مزمن. قد تكون صغيرة ولا تسبب أي أعراض، ولكن إن كبرت قد تؤدي إلى ما يلي: 1. انسداد الأنف المزمن. 2. صعوبة في التنفس عبر الأنف. 3. سيلان الأنف المستمر. 4. انخفاض أو فقدان حاسة الشم. 5. فقدان حاسة التذوق أحيانا بسبب فقدان الشم. 6. احتقان أو ضغط في الوجه أو الجبهة. و7. صداع وألم في الجيوب الأنفية. 8. الشخير أو مشاكل أثناء النوم. 9. التنقيط الأنف الخلفي، نزول إفرازات إلى الخلف أو إلى الحلق. في الحالات الشديدة قد تسبب لحميات مضاعفات مثل الجيوب الأنفية المتكررة أو التهابات الجيوب الأنفية المتكررة. كيف تشخيص اللحميات الأنفية؟ شخص الطبيب اللحميات الأنفية من خلال مجموعة من الخطوات تشمل الفحص السريري والفحوصات الإضافية. 1. الفحص السريري، يقوم طبيب الأنف والأذن والحنجرة بفحص تجويف الأنف باستخدام منظار الأنف، أداة صغيرة مضيئة لتدخل الأنف، والمنظار الصلب أو المرن لرؤية اللحميات بوضوح داخل الأنف أو الجيوب الأنفية. 2. الأشعة والفحوصات التصويرية، الأشعة المقطعية تستخدم لرؤية حجم اللحميات وموقعها بالتفصيل، تساعد على تقييم مدى تأثيرها على الجيوب الأنفية. 3. اختبار الشم لقياس مدى تأثير اللحميات على حاسة الشم. 4. التحاليل المخبرية للنزم، تحاليل الحساسية، اختبارات الجلد أو الدم إذا اشتبه بوجود حساسية، اختبار التليف الكيسي لدى الأطفال في حالة وجود أعراض مزمنة. 5. التنظير الأنفي بالمنظار المرن أو الصلب، يستخدم في العيادة لتشخيص الحالات الدقيقة أو غير واضحة. التشخيص المبكر بيساعد على العلاج الفعال وتجنب المضاعفات. إيش مضاعفات اللحميات الأنفية؟ إن لم تعالج اللحميات الأنفية أو كانت كبيرة الحجم قد تؤدي إلى مضاعفات مثل انسداد مزمن في الأنف، ويسبب صعوبة في التنفس خاصة أثناء النوم، والتهابات الجيوب الأنفية المتكررة أو المزمنة بسبب انسداد تصريف الجيوب الأنفية. انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم أو ما يعرف بسليب أبنية، وهو اضطراب خطير يسبب توقف النفس مؤقتا خلال النوم. فقدان دائم لحاسة الشم أو التذوق خاصة في الحالات المزمنة أو الكبيرة. تشوهات في الوجه أو الجيوب نادر جدا إذا كانت اللحميات كبيرة جدا واستمرت لفترة طويلة دون علاج. الصداع المزمن وألم الوجه بسبب ضغط داخل الجيوب الأنفية. تفاقم الربو أو الحساسية الصدرية، حيث أن وجود التهاب في الأنف قد يزيد من مشاكل التنفس السفلية. طرق الوقاية من اللحميات الأنفية: للحد من خطر تكون أو عودة اللحميات الأنفية يمكن اتباع الإرشادات الوقائية التالية: علاج الحساسية والربو بشكل منتظم، استخدام أدوية الحساسية مثل مضادات الهستامين أو بخاخات الاسترويد، المتابعة مع طبيب متخصص في الحساسية أو الصدر، غسل الأنف بمحلول ملحي بانتظام يساعد على تنظيف الأنف من المهيجات والمواد المسببة للالتهاب، تجنب المهيجات التنفسية مثل الغبار والعطور القوية والدخان والمواد الكيميائية، التحكم في التهابات الجيوب الأنفية، علاجها مبكرا، تجنب التحول إلى حالة مزمنة، الحفاظ على بيئة منزلية نظيفة ورطبة، استخدام جهاز ترطيب الجو خاصة في الأجواء الجافة، الابتعاد عن التدخين من أهم عوامل تفاقم التهاب الجيوب الأنفية والأنف، الالتزام بالعلاجات الوقائية بعد الجراحة مثل بخاخ الكورتيزول لمنع رجوع اللحميات. علاج اللحميات الأنفية: 1. علاج دوائي بخاخات كورتيزون أنفي مثل الفليتوزون والميتاتزون لتقليل حجم اللحمية، حبوب الكورتيزون لفترة قصيرة
في الحالات الشديدة، مضادات الهستامين في حالة وجود حساسية، مضادات حيوية عند وجود عدوى بكتيرية مصاحبة، محاليل غسيل الأنف الملحية، محاليل غسيل الأنف الملحية المساعدة في تنظيف الأنف وتقليل الاحتقان. العلاج الجراحي استئصال اللحميات جراحيا باستخدام المنظار إذا كانت اللحميات كبيرة وتعليق التنفس لم تستجب العلاج الدوائي. سبب مضاعفات مثل التهابات متكررة. 3. العلاج الوقائي بعد الجراحة: استمرار استخدام بخاخ الكورتيزون، تجنب المهيجات مثل الغبار والدخان والروائح القوية، علاج الحساسية أو الربو إن وجدت. هذا موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتم من هذه المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.